الحفاظ على الموسيقى الأندلسية؟ الزوايا كيف ما معروف بأن بلادنا يعني ما شاء الله معروفة جدا بالزوايا، يعني منذ سنين عديد. والحمد لله، يعني اللهم لك الحمد، بلادنا معروفة بالزوايا الصوفية وبالمديح والسماع وبالأندلسي وبالطرب الغرناطي وكذلك الملحون. أنا بالنسبة لي أنا يعني كنتمي للزاوية القادرية من مدينة سلا. مدينة سلا معروفة بالزاوية ما شاء الله، وجرت العادة أن في كل سنة هجرية كتكون واحد الليلة أو واحد الأمسية كتكون في الزاوية كتحيها الزاوية. أولا كنبداو بالقرآن الكريم، قراءة القرآن الكريم، ثم بعد ذلك كنقراو اللطيف، ثم بعد ذلك القراءة، بعد ذلك تنقراو الصلاة المشيشية، كنصلوا على رسول الله، وثم نقرأ قصيدة البوردة والهمزية للإمام البوصيري رحمه الله، ثم بعد ذلك الدعاء الناصري، وكذلك قصيدة المنفرشة. تبارك الله عليك خليل الهلالي. انت من سلا؟ نعم. وسي عدناني تا هو من سلا، تلاقيتو؟ اكيد قبل تلاقيتو؟ اكيد الله. لقينا شي مناسبات ان شاء الله، وان شاء الله عندي ان شاء الله اقتراح. انا سمعت الاستاذ ان شاء الله نديروا عمل مشترك ان شاء الله مستقبلا. لعظيم الشرف، لعظيم الشرف. بالمناسبة سيدي عدنان غني عن التعريف، ولد المدينة ديالي، ولد مدينة سلا، جمعتني به اعمال، ولعظيم الشرف انني يعني نزيد العفو نتعامل معاه. شكرا. لا هو لا سيدي عبد السلام، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله عليك. ان شاء الله. وتلاقيتوا في سهرة الثامنة؟ اللهم بارك. تبارك الله عليكم. ابراهيم اللي غنسول في الزاويه، كنا يعني رتمون الزاويه تلا الزاويه مولاي ابراهيم.